اللي بتقدر ان هي تتحكم في الطقس على حسب حالتها النفسية، وخالها برونو اللي بيقدر يشوف المستقبل، واول ما شاف المستقبل اختفى بعدها ومحدش يعرف عنه حاجة، ووالدتها اللي بتقدر تشفي اي مريض بوصفاتها السحرية، وكمان قريبتها اللي بتبقى عندها حاسة سمع قوية جدا لدرجة ان هي بتعرف كل اسرار البيت، وقريبها الصغير اللي بيقدر يغير شكله لاي حد في البيت، وبنت خالتها التانية اللي بتقدر ان هي تشيل اي وزن لدرجة ان هي ممكن تشيل بيتين بحالها، واختها ايزابيل اللي بتقدر ان هي تخلي اي مكان تروحه مليان بالورد. وبعد ما ماربل تعرفنا على عيلتها كلها، بنعرف ان ماربل الوحيدة اللي فضلت من غير قدرة خارقة او ليها علاقة باي حاجة من السحر، لدرجة ان الاطفال اللي في المدينة بيقولوا لها ان احنا لو مكانك هنتضايق جدا عشان انت الوحيدة اللي مش مميزة في العيلة، ولكن ماربل بتعرفهم ان هي حتى لو ما عندهاش اي ميزة او ما تملكش اي قدرة سحرية، ولكن هي ما بتكونش حزينة خالص، بالعكس هي فخورة ان هي من العيلة دي. وكمان